2-1 احسن من 2-0 بكتير، جايب جون على ارضهم والموضوع هدي خالص. الشوط الثاني انت نزلت جبت فيهم جون في الاول، الدنيا هديت خالص معاهم الشوط الثاني وقلقوا وخافوا وعملوا لك قيمه. تعال نتكلم كده بقى ايه على الماتش حته حته. اول حاجه بدايه الماتش معروفه، ضغط منهم، استغلال الجماهير، الارض، ضغط ضغط ضغط. بعدين ايه بقى؟ حسام المجيد عمل لهم اللي هم نفسهم فيه، خد ضربه جزاء بخطا او بغلط ما يعملوش ناشئ. انت يا تكون مدافع تنين وحلو، يا تكون مدافع كشك. مفيش مدافع نص نص، ده وجهة نظري. ممكن يكون في مهاجم نص نص، يجيب جون، يضيع اتنين، يقلش مرتين، يجيب جون عادي. لكن انت تكون مدافع، يا تبقى مدافع تقيل يا تبقى كشك. فانت كده كشك، انت وراك حمزه المسلوسي وشايف فتوح جاي وبتعمل حاجه غريبه، بتشنكله باسلوب يعني بدائي، استهتار، عشوائي، سذاجه، كل حاجه تقدر تقولها. عملت لهم اللي هم عايزينه، ركبوك اول 10 دقايق، ركبوك وشغالين طخ 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 طخ. فتوح جاي كورنر، بيأمن على الكوره، بيأمن على اللي هو واقف فين، وقدامه وديه على العارضه وجت في جون برضه. فانت نازل خايف. اللعبه المفروض تبقى تقيله، عواد ده لعيب كبير المفروض يبقى تقيل، مقدر المسافات، مقدر كل حاجه، جه في جون. ماشي يا سيدي. جوميز بقى عمل ايه بقى الماتش ده بقى؟ تعال نتكلم كده على جوميز، ان هو عمل خرابه الشوط الاول ولمها الشوط الثاني. تعال. اول حاجه عملها ان مفيش وينج شمال بيلعب. يعني ايه مفيش وينج شمال بيلعب؟ امال سامسون ده كان بيلعب وينج شمال في الاول. طيب سامسون ما بيلعبش وينج شمال، سامسون تقيل، ما يقدرش يفضل رايح جاي يلعب وينج شمال، فهو مركزه بيلعب 10، ياخد الكوره يوصل بالنص والهجوم، يقف على الكوره، يفتح لك لعب، الكلام ده كله. لكن وينج مفيش. فانت سايب فتوح للطل اللي قدامه وحسام عبد المجيد جنبه. فانت فتوح انت سايبه كده بتعري خلاص، غير ان هو مستواه ضايع. فانت المفروض اللي حد مستواه ضايع وما عندكش بديل ليه فتسنده بلعبه تقيله جنبه. خلاص، تضم المساحات بتاعته، ما تخليش في مساحات كبيره يتكشف فيها. انت اللي انت عملته، انت كشفت فتوح ازيد. كل الشوط الاولاني من ناحيه فتوح، اللعب كله نهضه بركان مركزه كله ناحيه فتوح حسام عبد المجيد. انت ما عرفتش تسد الخرم ده الشوط الاولاني خالص. انت كل اللي عملته الشوط الاولاني انت قدرت تعمل ايه الشوط الاولاني؟ لا والله، طب انا هجيب الجزيري شويه بقى وينج شمال واخلي سامسون راس حربه. خد برضه. هو الموضوع خربان من اوله. تمام كده. دي الحته الاولانيه. الحته الثانيه، احمد حمدي لعيب شوكه وسكينه، بيفكرني بالمحترفين بتوع ايام الجوهري اللي كانوا يجوا يلعبوا الشوكه والسكينه عشان ما يتصابوش ويعرفوا يلعبوا ايه في انديتهم بره بالظبط. عيل كده بتاع شوكه وسكينه، مش لعيب بيحرق كده زي الواد محمد شحاته ولا دونجا ولا اي حد بيقعد يحرق. لا، مفيش حرق. هو انا مش هين نفسي، هو كده برضه انا ما بهينش نفسي. خلاص. في اتنين دكوره النهارده صراحه، يعني فاجئوني الصراحه قوي كده. في اتنين دكوره، الدكوره دول اللي هم مين؟ عمر جابر وحمزه المسلوسي، اتنين واقفين على رجليهم مش خايفين مركزين، دكوره كده في الملعب. زيزو دكر ولف لما اتهرب، لف وجه يمين وينج شمال وينزل يستلم ويغطي على الفتوح ويغطي مع عمر جابر. الواد اتهان النهارده زيزو. زيزو اتهان جري النهارده، كميه جري اهانه. خلاص. الكره اللي ضيعها على 18، هو يعني مش عارفين نزعل منه الصراحه، مش عارف ازعل منه الصراحه. اصل هو كان يعبيها، يعبيها ويخلص كده ويخلصنا كلها في الجول. فالشوط الاول انت خربتها. نرجع كده للشوط الاولاني تاني، انت خربت الشوط الاولاني. الشوط الثاني حاولت تعدلها، رجعت فتوح ورا، ما يطلعش قدام خالص خالص خالص، غير نادرا لو لقيت فتوح كان طلع قدام. فهدي خالص، المساحه قلت اللي كانت في ظهره. بدأ شويه يرمي زيزو على شمال، شويه ينزل محمد شحاته يرمي على شمال، او احمد حمدي يرمي على شمال شويه لحد ما نزل الواد ابراهيم نضاي ولعب على شمال فشل، راح جايبه يمين وراح جايب زيزو شمال. فالدنيا الناحيه دي عمل له خرم في دماغه جوميز، مش عارف يسد الحته دي خالص، مش عارف يقفل فيها اي لعيب خالص يقدر يغطي مع فتوح. وبالذات ان احمد حمدي برضه ما بيعملش اي حاجه. لو احمد حمدي كان بيرجع يقفل ناحيه فتوح كانت الدنيا ظبطت شويتين ثلاثه، لكن مفيش. فالدنيا مفتوحه ومبهوقه خالص ناحيه فتوح. فانت جايب جون حلو، خطفت الجون الاولاني. اول الشوط الثاني هديتهم، الدنيا هديت معاهم خالص، قلقوا، خافوا يجوا فيهم الثاني، يتعادلوا 2-2 ومنظرهم وحش، روح هناك في القاهره ان هو تدك ولا حاجه. فقلقوا، هديوا خالص. ركبت انت الماتش ولعبتك حلوه، مسكت الماتش ومسكت الكوره، ما استغلتش انت الحته دي وجبت الثاني. بس مش مهم، الماتش عدى والدنيا حلوه. 2-1 احسن من 2-0 بكتير بكتير بكتير.
نركز بقى شويه في التفاصيل بتاعتهم اللي هم لعبوا عليها. ما عندهمش راس مالهم كلهم فاولات من الجنبين وعرضيات، ما عندهمش اي حاجه تاني، ده راس مالهم. فانت بقى تعمل ايه بقى في القاهره؟ ما تديهمش فاولات خالص، ولا على 18 ولا الطرفين، سيبهم كده مرتي سرتي مش هيعملوا اي حاجه. نركز كده ان شاء الله في ماتش العوده من دلوقتي، الجمهور يتفرج على الماتش 10 20 مره دلوقتي ويشوف اخطائه ايه اللي احنا اتكلمنا عليها ويركز فيها، علشان اللي يبلغ اللعيبه واللعيبه تشوف الماتش 20 مره عشان كل واحد يعرف هو غلط في ايه وما غلطش في ايه. شكرا.